مبدئيا مبروك لمنتخب مصر. الحمد لله احنا عدينا على خير من الماتش ده. بس انا دلوقتي عندي لكم خبرين، خبر وحش والتاني وحش منه بكتير. الخبر الوحش اللي احنا كسبنا منتخب زيمبابوي بالمستوى ده بالعافيه. الخبر اللي اوحش منه اللي احنا كل ما بنكسبهم بتحصل لنا مصيبه سوداء. من اول توبة 94 وبعد كده الجزائر واصابه صلاح وماتش السنغال. لعنة زيمبابوي. ربنا يستر. ان احنا اصلا ما طلعناش بعد الماتش على طول، لان انا بصراحه ما كنتش ضامنك ممكن تقول ايه. انا تمام هديت وخلاص الحمد لله. طيب نتكلم بقى على الماتش. اوكي اتفضل. ماشي، احنا كسبنا اول ماتش في البطوله. طبيعي في اي بطوله اول ماتش ده بيبقى اصعب ماتش، وبتبقى لسه اللعيبه ومش واخده على بعض والكلام ده كله. اصعب ماتش إيه؟ انت عشان بتلعب اول ماتش، زيمبابوي. ما هو عشان اول انت ماتش. بتلعب زيمبابوي. ماشي، ما هي دي. ترتيبها ال 24 من ال 24 فريق في البطوله. بس اول ماتش. طيب يا عم تعالى نرجع يوم لورا. ماشي. المغرب كانت بتلاعب مين؟ جزر القمر. طيب كسبت كام؟ كسبت 2. 2. حلوين. الناس كلها كانت بتقول ايه؟ انت كنت بتقول ايه؟ ايوه كنت المغرب بقول هتنزل المغرب تعبي جزر هتنزل القمر، تديهم. صح؟ حصل. طيب يبقى اول ماتش اصعب ماتش. لا لا في فرق كبير قوي. المغرب مضغوطه في ضغط على اللعيبه على المدرب. 50 سنه ما خدوش البطوله حلو. والبطوله كرهاهم. حلو، المغرب مضغوطه صح؟ انت ريال مدريد البطوله. حلو، انت عندك بقى مدرب بيلعب وعارف انه لو ما جابش نتيجه معينه هيمشي ومش هيروح كاس العالم. طب ما انت لعبت اول ربع ساعه ماستر كلاس. ايه؟ ما هي دي حمى البدايه على. انت الماتش كله اتلخص في اللي انت لعبت 25 دقيقه. ماشي 10 دقايق في الشوط الثاني متفرقين. معاك. وربنا كرم في الاخر. واحده زي سونج وزيدان محمد صلاح عملها وجاب لك جون. حلو ده فورمه صلاح في اول الموسم مع ليفربول. تمام. هيقعد طول الماتش ما بيعملش حاجه ويجي في اخر الماتش خلص. ماشي عشان كده صبرنا عليه. يعني ده لو مش صلاح ده يتغير من اول الشوط الثاني. احنا كده كده هنصبر عليه ده مش بمزاج. هنعمل ايه؟ لا عشان ما عندناش غيره. اه لا بس عندنا مرموش. ماشي. لا مرموش اجتهد حاول. قدم اداء عظيم النهارده. يعني مش زي الباقي. هو مرموش عشان كده خد مان اوف ذا ماتش، يعني دي بالتالي دي هتبقى اسهل مان اوف ذا ماتش على اللجنه بتاعه البطوله يعني. هو مرموش سهله. مش بس انا دلوقتي كان عندي مشكله اصلا من البدايه مع حسام حسن. في ايه بقى؟ الاسامي. ماشي. انت دلوقتي مسكت المنتخب لعبت بيه تصفيات كاس العالم. في منظومه دفاعيه بنسبه كبيره انت ما بتغيرهاش او ما بتلعبش فيها من يوم ما مسكت وشغاله معاك. اللي هي رامي ربيعه. لو محمد هاني انت كده كده مضطر. ما عندكش غيره. ما عندكش غيره فيش يعني فتمام. يعني ده انا كنت سامع قضاء. ناس على القهوه بتقول لك ما ينزل احمد عيد. يا ده جماعه احمد عيد مين؟ ده قضاء الله وقدره. ماشي. طيب انت عارف مين الوحيد اللي لعب على هاني؟ مين؟ الشيبي. والله احسن باك عندك مين رامي عندك؟ ربيعه. عندك رامي ربيعه. رامي ربيعه مقضي معاك فتره التصفيات كلها. كل بيقول لك ده المدافع الاساسي لحسام حسن. النهارده ايه؟ فجاه جربتها في الماتش اللي فات الودي عجبتني قلت خلاص هبتدي بيها البطوله. الفكره انه في التصفيات ما كانش بياخد ياسر ابراهيم اصلا. يعني لو انت مقتنع بياسر انت ما كنتش بتاخده ليه؟ وما كنتش بتاخده وقت ما كان فورمه، وما كنتش بتاخده لما كان في محمد عبد المنعم ماشي وياسر واخد عليه يعني. بالظبط. برضه ياسر وحسام عبد المجيد تحس ان كل واحد ايه، هو كل واحد بيلعب في ناحيه. ده مساك يمين وده مساك شمال. لا منعزلين بقى. هي الناحيه الشمال دي كده كلها الخط ده بلا استثناء بنص الملعب اللي قدام. دي ثغره. احنا قاعدين بنتضرب بس. بالظبط. محدش بيقدم واجب دفاعي عدل في الجهه دي كلها. حلو. بلس عارف ليه؟ بلس الحارس العظيم. لا بص انا الشناوي ماشي. طبعا انت عارف ان انا اهلاوي واهلاوي جامد قوي ماشي. طب ما شوبير اهلاوي. هو ما شوبير انا جاي لك في زملكاوي الكلام، ما انا جاي لك في أهلاوي. الكلام. الشناوي شالنا كتير على عينه وعلى راسه. وجاب بطولات على عينه وعلى بس راسه. خلصت بقى. حلو قوي كده. خلصت.
انا في كوره انا كنت شايفها انا مش عايز بيعملها اشوف شناوي تاني، انا في لا كوره في كنت شايفها الاهلي ولا في داخله لجوه. المنتخب. انا في كوره كان بيعملها كان بيستلمها على صدره لجوه، اه يعني يا ساتر ربنا اللي هي خرجت. انا مش عارف هو ما لعبش مصطفى شوبير ليه. بس بص يعني هو الشناوي سهلها عليه، جون كان يتصد، كورتين بيصدهم غلط بتقع منه، هو عامه بس هو بس مسهلها عشان عليه ان الماتش الجاي بتاع مصطفى شوبير عشان ما نبقى الظلمه، الجون من الاول مش ذنبه لوحده، بس الجون يتصد بس يتصد. يتصد. الكوره عارف انا سهله. امتى ما لوموش؟ لو شفت ايده مفروده على اخرها ودخلت، انا مش بس هي ما مشكلتي في اتفردتش. مشكلتي مش في الايد المفروضه والمتنيه. انا مشكلتي اللي انا هو بباطئ، هو ما نزلش، انا حسيته كسل ينزل لها. ولما نزل ما فردش ايده. بص خلينا متفقين ان الحارس الطويل بيبقى عنده مشكله في الارضي، ليه عبال بقى ما ايه 3 ادوار مش كل ينزلوا. الحراس، مش كل ماشي، الحراس، مش كل الحراس. مش كل الحراس. وهو ما كانش عنده مشكله قبل كده، واحنا خدنا بالنا من المشكله دي النهارده. هو كبر والريفلكس، هو الحارس ايه غير الريفلكس؟ هو في اعظم من حسام الحضري في مصر لا. في افريقيا في تاريخها كله؟ لا. ماشي. لما جيت في 2000 بطوله 2017 ماتش النهائي، انت خسرت الكاميرون بسبب ايه؟ بسبب حسام الحضري. حضر. كور سهله، بس انت ما تطلبش من واحد عنده 40 سنه يعمل اكتر من كده. طب خلينا نسيبنا من الجزء السيء اللي عمله حسام حسن. انا عاجبني بقى الناحيه الثانيه اللي هو ما ضيعش وقت. لا انا هبدل وهسحب وهغير على طول. ما انا التغييره دي برضو عندي مشكله فيها، ان امام كان احسن واحد جوه الملعب. ما هو بص الله اعلم، الله اعلم. انا مش عارف دلوقتي امام اتغير بدني، هو فعلا ما كانش فعلا جاهز وهو اتاثر بكده هو اللي طلب التغيير، حلو. ولا ده كان حاجه في دماغه. ما هي حاجه في دماغه دي في مشكله، هي حاجه في لان دماغه امام كان تبقى احسن مشكله. واحد. تمام. يعني انا لما شفت مصطفى محمد بيسخن قلت هيسحب حمدي فتحي ماشي. هيحط مروان 6 وامام على يمينه 8 ويرجع تريزيجيه 8 ويجيب مرموش شمال ومصطفى محمد في بس النص. انا على ما اعتقد اللي هو ده كان بدني، واللي امام هو اللي طلب التبديل. ممكن. لان امام ذات نفسه لما طلع حتى من وهو قاعد على وده في حد ذاته الدكه ذكاء. الدنيا كانت ما هي دي بقى اللقطه، كانت ان امام لذيذه كان خارج هادي عادي، وقاعد بره وبيضحك وبيضحك وتمام وبتاع وبيتكلم مع اللعيبه ومفيش بس مشكله. فده مش خارج متضايق. ده مش خارج اللي هو غصب. وهي جديده على امام، يعني يعني هو لو هو مش لو خارج غصب كان هيقعد يتزرزر. بالظبط. يعني فاهم، هو كده كده ايه، مش هنقول بقى امام اتعلم لا ما وحسام، اتعلمش لا حاجه، اوكي كده ما ما اتعلمش بيتعلمش. حاجه، ما اه بيتعلمش حاجه. فطالما هو كان هادي يبقى هو اللي كان يبقى عايز هو اللي يخرج. طلب اللي هو يخرج. بالظبط. الشوط التاني برضه بسرعه على طول. انا مش هضيع وقت ومش هستنى، انا شايف ان الماتش بيروح. اسحب وغير على طول. مم. واحسن واحد سحبه، لان هو بجد هو كان سيء جدا. انا عارف ده مش مستواه، هو ممكن يجي فورمه بعد كده. مروان عطيه ده مش مستواه. لا بص هو سحب مروان عشان الانذار، بس انا وفي شايف نفس ان لا الوقت مستوى مروان كان ده ماسك مش نفسه. مستوى مروان. ليه؟ ده مش مستوى مروان. مروان احسن من كده بكتير. ماشي بس كان ماسك نفسه. برضه ما تنساش تقريبا دي اول بطوله لمروان، صح؟ تقريبا اه تقريبا اول بطوله كبيره مع المنتخب. مروان امتى؟ لا مروان دي اول بطوله. بس اللعيبه بشكل عام، يعني لو صنفناهم انت هتلاقي ان انت عندك مين الكويس. مرموش بالنسبه لي مرموش. كده كده رقم واحد. يجي بعديه امام لما كان موجود في اه الملعب، لما كان اول موجود نص في الملعب. ساعه. صلاح عشان هو اللي حسم الماتش. بص لو ما حسم كانش جاب الجون بس جابه. كان هيبقى اسوأ واحد في الماتش بس جابه. بعد الشناوي. بس جابه. بس جابه. خلاص يعني شكرا كده كده الموضوع الشناوي خلص. حاسمها بصراحه. الموضوع خلص. بس هو كده كده الأسوأ هو الشناوي. ده كده كده دي ما فيش حد يختلف عليها. دي ما فيش أي اختلاف فيها. واللي بعد الشناوي خط الدفاع بلا اه استثناء. اه اه بلا استثناء. ياسر غلط شويه، حسام عبد المجيد غلط شويه، هاني غلط شويتين. هو بس أنا عندي سؤال واحد بس. طب إحنا لو كملنا بالفورمة دي، حتى لو إحنا زي ما أنت بتقول بنبدأ بالصعب وبنبتدي نجيب فورمة ونطلع بمستوى السعودي. المستوى السعودي إيه؟ أنت الجمعة عندك جنوب أفريقيا. أنت شفت الماتش بتاعهم؟ اهو طيب. شفت الناس دي بتلعب إزاي؟ اهو بس هنكسبها. خليني اقول لك بقى كمان شويه هنكسبها ازاي. ماشي. 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 بس خلينا نقول دلوقتي، بس بما انك قلت الاسامي والدفاع، كده كده هاني ما راجل ما كانش عنده بديل. الاثنين المساكين في بدلاء احسن، بس مشكلتهم ان هما ما بيلعبوش افريقيا، بمعنى مش في فرق كبيره، يعني مش في اهلي مش في زمالك مش في بس أنت بيراميدز. اعتمدت عليه. بس السؤال أنت بقى، جربت. واحد زي كريم حافظ مش كان يبقى كويس؟ كان يجي
بديل بس برضه ما كانش هيلعب، ما كانش هيلعب صح؟ برضه ما كانش هينزل، ما كانش هيشمها. خلينا نبقى منطقيين، ما كانش هيلعب. طب ما خدش كوكا ليه؟ كان بياخد كوكا طول التصفيات. ده اللي انا مستغربه. التصفيات شكل ودلوقتي شكل، طب ليه؟ ده بالذات في الدفاع ليه؟ على الاقل كوكا انت كنت يعني لما بتبقى مزنوق وعايز تقفل الجبهه بتلعب كوكا، خلاص ماشي، هو مش باك شمال وما بيعرفش يرفع بس بيدافع كويس. طب انا اسف اقول لك على حاجه، هو ما فيش فرق ما بينه وبين حمدي. ما هو ده حمدي برضه لغز. يعني انت عندك محمد حمدي ماشي، هو دفاعيا عنده مشكله بتسبب في الجون وتسبب في كره تانية قبليها. مش لوحده، لا الجبهه، ماشي الجبهه مش لوحده. بس رفع زيزو حلو، الكره اللي ضيعها زيزو مش عارف ضيعها ازاي. ماشي هو اللي عمل الجول لمرموش. طب يا عم انت مين فيهم يا حمدي؟ ما انت المفروض ان انت دفاعيا احسن من فتوح، انت المفروض هجوميا فتوح احسن هو ما اللي انت بيقدم دفاعيا. هجوميا. فانا مش فاهمها. برضه هقول لك يعني انا عذر حسام حسن في مشكله في اللعيبه. ما هو لما المدرب ماشي يوصل الفرقه ان هي تشوط 35 كره على الجون يبقى هو كده تمام، هو عمل اللي عليه. هو وصلهم، انا مش عالمكم تفنشوا ازاي بالظبط. انت حتى لو خدت بالك في كوره زيزو، في كوره مصطفى الهيد، محمد كرة عمال مصطفى يعمل محمد قاعد بيقول كده. له بتعملها كده، انت بس دي ما كانت هتنزل بتاعته تحطها انت، يعني دي كانت بتاعته هتنزل تحطها. ماشي. بس هو ايه، تظل مشكله حسام حسن دفاعيا. درب الزمالك، درب المصري، درب الاتحاد، شوفوا مع اي حد بيلعب قدام كويس وعنده مشكله في الدفاع. اقول لك انا على حاجه، انا بالنسبه لي انا ما بحبش اصلا اسلوب الدفاع، فانا تمام. لا بس خليك افكتيف، ما انت لو ما دفعتش تخسر. خليك افكتيف. انا ما عنديش مشكله انت عايز تهاجم، هاجم يا سيدي، وانت ما بتعرفش تدافع او الدفاع على قده، ما عنديش مشكله، ماشي. بس سجل. ما انت عشان دي تشيل دي. ما هتخليك افكتيف دي بقى مش بتاعته، ما هو وصلهم 35 كوره، يعني في 35 كوره اتشاطوا. انا برضو عندي قدام مصطفى محمد وصلاح ومرموش، انا مش جايب يعني ناس قليله، فانتوا لازم تخلصوا، فانتوا لازم انتوا اللي تخلصوا. يعني الفرص اللي جت في اول ربع ساعه دي، الماتش ده كان من اول ربع ساعه كان متقفل 2 او 3-0 تمام ومتريح، وتبتدي بقى تريح لعيبتك ونقعد ونهدى ومفيش اي حاجه وناخد الموضوع مستريح قوي. هارجع واقول لك برضو علشان تكسب وتاخد بطوله لازم تبقى بتدافع كويس مش بتهاجم كويس. انت كسبت كاس 3 مرات ورا بعض. انا عارف اللي احنا لما كان عندك كسبناها مين؟ بالاسلوب ده او كان بالشكل عندك ده. الحضري، وائل جمعه، احمد فتحي، سيد معوض، هاني سعيد، فتح الله، ماشي قافل قدامهم بشوقي وعبد ربه واحمد حسن. فاهم؟ ما انت مش هتأمن يا راجل. انت في 2008 ماشي، في بطوله 2008 اكيد مش فاكر. طيب كنت بتلعب بمين؟ كان عندك مين بتهاجم بيه؟ زيدان وابو تريكه. حلوين، كانوا بيقوموا بالفرقه لوحدهم، انت فاهم؟ على الاقل لما كانوا بيوصلوا كانوا بيخلصوا. بس مش هجيب لك سيره ايطاليا عشان انا عارف ان سيره ايطاليا بتعصبك ماشي. بس اي فرقه حتى لو بتلعب كره حلوه لا هي لازم تدافع كويس عشان تكسب. في فرقه بتكسب بالهجوم عادي بس. بمين؟ في ايوه مين يعني؟ يا عم فيه خلاص. لا قول. فيه خلاص. لا قول. فيه خلاص. فيه خلاص والله عادي يعني. ايوه بتكسب صح. ايوه بنلعب الجون سلطه ويلا وبنروح ايوه بتكسب وبنجيب عشان ما وبنخلص. بتدافعش مش ما مهم. بتدافعش وبتكسب. ايوه عادي حلو. الحمد لله. ولما بتلعب قدام فرقه تقيله بتتغلب 8. بنكسب برضه. هو طبعا اكيد الناس عرفت احنا بنتكلم على مين. طب خلاص. ما عادش يقدروك يا ليو ميسي، ما عادش يهابوك يا ليو ميسي، ما عادش يخافوك ويخافوا منك يا ميسي. فخلينا بقى نعدي موضوع ال8 دول. خلاص ماشي. سيبنا من حسام حسن وسيبنا من ال8. نبقى نعمل لهم حلقه لوحديهم ال8 دي. خلاص خلينا في اللعيبه ما نزيدش. بطوله الكورونا. خلينا في اللعيبه كفايه ماشي. زياطه. سيب الفرقه في حالها. اول الدوري دلوقتي. خلينا في اللعيبه. ماشي. طيب نرجع بقى لايه، للمصيبه بتاعت النهارده. نرجع للمصيبه. ماشي. انا دلوقتي عندي تعقيب. استاذ صلاح اللي جاي ينتقم سلوت وليفربول. هو غالبا جاي 200 مننا احنا. انا قلت خلاص ده عينه بقى بتطق شرار. هينزل يوريهم مين محمد صلاح. ما هو وراهم مين محمد صلاح اللي بيفضل قاعد طول الماتش خلصوا في الاخر. ما فيش حاجه اسمها كده. بقول لك ايه، فاكر التقييمات بتاعت صلاح في المطوشه؟ اه ماشي. كنت تلاقي صلاح جايب مثلا جونين
وتلاقيه واخد 7 بوينت حاجه. ايوه ليه؟ لان هو ما عملش في الماتش غير الجونين. هو ما لمس الكرة وما اتحركش غير الجونين بس. يعني انا فاكر ايام زمان، ماشي، قبل بقى ما الواحد صحته تبقى على قده، لما كنت بلعب فانتزي، يعني ما صلاح جايب جونين وهو عندي، فاقول بقى ازاي هياخد ال3 بونص، الاقي واحد تاني اللي واخد البونص. ليه؟ لان عشان ما البي بيلمس. اصلا ما لمسهاش، ما لمس. يعني ما لمسش الكوره غير مرتين بجونين. طب هي دي حاجه هو حلوه. اللي خلص الماتش وعلى عيني وعلى راسي، انا ما بتناقش. هو عنده اللمسه وعنده الحسم مم. اللي هو بينجز. لا تمام. والشهاده اللي رفع كورتين في الاول برضه. لا ما هو مش محمد صلاح اللي هتبرر له مستواه ان هو رفع كورتين، يعني يركن بقى جايب القصة دي. ارنولد. انا مش جايب ترند، دي مش قصتي. انا دلوقتي بتكلم اللي الباك اللي كان واقف عليه في المنتخب بتاع زيمبابوي بيلعب في الدرجه الثالثه الالماني، قاعد قافل على صلاح طول الماتش. ما دي مصيبه. ما هو هنا مش قادر الوم طب حسام ما ده حسن بقى قوي بتاع ليه؟ صلاح عشان ولا الفروق بتاع حسام؟ الفرديه. يعني الفروق الفرديه، يعني انت دلوقتي يعني واحد كده، هاني انا شايف ان هو كان معقول. لا هو مش معقول بجنيه. يعني لا ارحم واحد فيهم يعني في الاربعه اللي ورا. انت كنت نايم ولا غفلت في الكرة اللي هو اداها له؟ اه لو انت نسيت انا فاكرها، هو دي لو بصها قدام له. دي لا دي لو قدام فرقه تانية كانت جول. يعني دي لو قدام انجولا ولا جنوب جول. افريقيا كان جول. هد العرض على الشناوي. دي لو قدام المغرب جونين، يعني فاهم؟ تتحسب باتنين. ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد في الجون الاولاني، الناس كلها عماله تقول هو ازاي يلف بيه؟ هو المشكله انه ما لفش بيه، هو اصلا كان سايبه. فلتت منه هو كان سايبه، ونزلت وخدها ومشي. هو كان واقف في حته تانية اصلا، انا واقف بقى غلط. انا مش مشكلتي في كده، انا مشكلتي اللي هو حتى بعد ما مشي يا ريته مشي قطع لجوه. ده مشي وراح الخط وقام رجع وبصاها في وسط 3. وانتوا ايه؟ وحسام عبد المجيد واقف والمهاجم بيستلم وبيشوط ولا اي حاجه. يعني عارف، هو لو حطه في صدره والتاني لف بيه، يا عم دي كواليتي مهاجم، ماشي. انما انت اصلا مش حاطه في صدرك، انت سايبه، انت مديله سايبه، مساحته انت اللي هو سايبه. خلاص هو هيلف ويشوط. الموضوع خلاص. فكل دي فروق فرديه المفروض لصالحك، هي كانت ضدك النهارده في حاجات كتير. انا هلوم حسام ازاي؟ ايه الوحيد في الفرقه النهارده اللي استخدم الفروق الفرديه؟ مرموش. وقت ما بيعوز يعدي بيعدي، ده مليون في عايز يشوط بيشوط. حتى الكرة اللي ضيعها كانت فوق العارضة. هو انا بس استغربت حاجة، انت خلاص ما اتعديته يا مرموش، يا مرموش خش، يا ما تزق يا مرموش خش وحطها يا مرموش. يعني الجون الاولاني، لا هو الجون الاولاني جون مجهود فردي، جون معلم. يعني لا مش اي حد يعملها. انا عندي تعليق، بس انا هخرج بره الجد شويه. هو ليه الحارس كل ما حد من مصر يجي يخبط فيه بيتصدم وحاسس ان هو قلب روبرتو باجيو اسود؟ ايوه ماشي. هو مصدوم ليه؟ راجل عنده 40 سنه. بجد هو مصدوم ليه ومتفاجئ ليه؟ سن ليه احكامه برضه. انت اضرب. بص يا سيدي، انا في واحد انا عاجبني ومش عاجبني، ابراهيم عادل. انا بحب العبث بتاعه. انا مش عاجبني بصراحه. لا انا بحبش، لازم يبقى في شخص عبثي. ما هو بص، والله الوحيد اللي عبثي وكان افكتيف هو واحد بس. مين؟ ربنا يشفيه، مؤمن زكريا. ربنا يشفيه. ده الوحيد العبثي اللي كان افكتيف، عشوائي على الجون. بص هو بس لو ظبطت عنده حاجه واحده، مش لازم نقطم لجوه ونشوط، يعني عبس وباصي وعادي هتمشي. عشان احنا مش في المدرسه، يعني احنا مش بنلعب في دوري بيبسي. بس هو عامه لما نزل، لا هو نشط الملعب وعمل اداء كويس. ماشي. يعني من ال10 دقايق اللي هو اشتغلنا فيهم في الشوط الثاني هو كان. بس احنا مش في دوري بيبسي برضه، انا مش هرقص واشوط واعمل ماشي. مش بس مطلوب. انت عندك مرتين مرموش بصله، اللي هو ما تبصيلي. مطلوب يبقى عندك البروفايل ده. ما انا بقول لك هي بس الحته دي بس لو اتظبطت عنده. هو البروفايل ده هو بروفايل تريزيجيه، اللي هو انا هجري وهحنكش بس يعني عبس ايه. لا لما انت عندك زيزو برضو نزل عمل حاجه. زيزو كان عادي ضيع جونين بس كان عادي. عمل حاجه اهو. ماشي بس كان عادي. حاول حاجه قلشت منه، حاجه طلعت كويسه، حاجه طلعت وحشه، تمام. في وسط اللي حصل ده كله، ده في التمام هعديه. انت عارف لو اللي في دماغي صح والله احترم حسام، اللي هو التغيير في نزول زيزو اللي هو في نص الملعب.
ان هو عايز يزود الحته دي اللي هو ايه، روح هو على ما اعتقد روح. هي مقصوده عشان كمان لما وعشان يرمي يمين وصلاح يخش جوه. اعتقد اللي كانت مقصوده. يعني عندك في الجون جه امتى؟ لما صلاح دخل جوه. ده حقيقي. برضه انا اللي كان هيجنني انا هو صلاح كان واقف على الخط بيعمل ايه؟ يعني طول الماتش واقف انا بيعمل نفسي ايه؟ في حاجه، بس عارف ده مش وقتها ولا زمانها ولا هتتجرب، ان صلاح يخش لجوه خالص يبقى هو المهاجم فولس ناين. ما هي دي بقى اللي هقولها لك لما اقول لك في التشكيله بتاعت ماتش جنوب افريقيا. تمام ماشي خلاص، لما نروح لها نبقى نقول. ماشي. طب يا بيه، ماتش بقى؟ المغرب ماله ماتش المغرب؟ نتكلم بقى عن الماتش شويه. طب والافتتاح؟ بلاش تتكلم عن الافتتاح. عشان اخواتنا المغاربه الافتتاح كان وحش قوي، قوي. سيء 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 سيء. ومش بقول سيء اللي هو خلاص بذم فيه وخلاص، لا يعني انا لما هاجي اقيس حفل الافتتاح هيقيسوا على ايه؟ انتوا عاملين دلوقتي استعراض، جوده الاستعراض ده عامله ازاي؟ الناس البريفورمرز اللي موجودين، اغنيه مبدئيا الفويس اوفر انا حاسه اللي هو ده ممثله مصريه اللي عاملاه، بس انا مش فاكر اسمها ايه. في واحده هي اللي عاملاه، دي مش من المغرب. ما تحس ان هم اتفاجئوا. مخضوم. اه البريفورمرز قاعدين بيتلخبطوا، انا شفتهم كذا مره بيتلخبطوا مع بعض. فهي الحاجه الوحيده اللي كانت عاجباني اصلا في الجو ده كله المجسم بتاع الكاس ده، كان حلو جدا، وكانوا عاملينه بيلف كده زي الاوضه اللي في قصر البارون اللي هو بيقول لك بتلف. ده كان جميل قوي. يعني ملخص الافتتاح انه كان وحش، يعني يعدي. برضو كاس ده مش كاس عالم. نخش على الماتش بقى. يلا بينا. انا بحب المغرب قوي. هي تتحب بس تخاف منها. مش فارق لي. يعني انا بشجع مصر بلدي وبعديها المغرب. ما هم انت لو بس انا بشجع المنطق. ما هو انت المغرب لو ما ينفعش ما تكسبش. ما هو انت لو قابلتهم الموضوع هيتعدى المكسب والخساره، يبقى في اهانه، الموضوع هيبقى بالاهانه. فضايح بقى. ماشي. وخد بالك عامه مع كل ده ما لعبوا ماتش سيء جدا. انا عايز اقول لك يا بخت جين زي والله. ليه؟ عشان هم شايفين ان مصر كعبها عالي على المغرب. الناس دي ما شافتش ايام سودا، ما شافتش مصطفى حجي ويوسف حجي وبصير صلاح الدين وكاماتشو. انا عارف طبعا انت ما تعرفش الناس دي. لا هي الناس دي احنا كنا بنقابلها ما بنكسب، يعني الماتش محسوب خلصان لينا ليهم. ايا كان انت عندك مين، الجيل ده بتاع المغرب اللي فات مات. ماشي، بس في حاجه مطمناني شويه ان البطوله دي بتكرههم. هم منهم في بعض حاسين بكده. ما عشان كده بقول لك انا بشجع المنطق. ما ينفعش يبقى رابع عالم ومش عارف يكسب بطوله افريقيا. بس اقول لك على حاجه، بص على ده امبارح. ده رابع عالم، ثالث اولمبياد، اول كاس عالم شباب. ما تحكيليش، انا شايف وعارف اللعيبه وعارف اللعيبه دي بتلعب فين، وكل واحد في منهم ناس بالون دور. يا راجل ده في كاس العالم للشباب الواد بتاع المغرب ده الاسترايكر ياسر. اسمه ايه؟ اسمه ياسر. مش ياسر فاكر إيه؟ ياسر ايه. ياسر ايه؟ والله ما فاكر اسمه ياسر. لا ياسر ايه؟ مش هقوله لك. لخص مش هقوله لك. يا قول. ياسر. ايه بقى؟ ياسر ده جامد. ايوه هو جدا جدا. هو جامد هو يعني. جامد. طب هو عشان افرض الناس مش عارفه اسمه. بحط لهم ان شاء الله صوره واكتب لهم اسمه. طب ما تقول. لا ما النطق وحش في المغرب. ده اسم لغه المغربيه مش قد كده. وانت بقى قوله انت حافظه وانا مش حافظه. ليه؟ ياسر زبيري. خلص تمام، ربنا يعينك. ايه المشكله؟ لو عاجبك تمام. ما انت لو كنت توعى على زبير بيا. الحمد لله انا ما وعدتش. بتاع تونس. يا عم الحمد لله ما وعدتش. تعرف ده كان بيعمل في مصر ايه؟ مش عايز اعرف، باين زي اللي هيعمله ياسر. لا بس ياسر مش موجود اصلا، الحمد لله معاه. الحمد لله ياسر ما جاش. ده اللي هيعمله بقى كمان 6 سنين. هو عامه لا بجد يعني سيبك من الهزار، سيبك من ياسر. سيبك من ياسر دلوقتي. انا مستغرب يعني لو ما خدهمش. طيب ماشي، يعني انت بتتكلم في ايه؟ ده واحد يوسف النصيري قاعد دكه. يوسف النصيري ماشي. انا كنت قاعد بتفرج على الماتش وزعلان والله يعني. سفيان رحيمي بيلعب ويوسف نصيري وايوب الكعبي قاعدين طب بره. بس اقول لك على طب ما تدونا واحد. طب اقول لك على حاجه. هات وليد ازار. بعيدا عن الحسد والقر على الناس. انت ما حسيتش ان المغرب كانت مهزوزه وما بتلعبش لعب المغرب مضغوطة. اللي انا عارفه مضغوطه لغايه لما جابوا الجون الاولاني؟ مضغوطه ليه؟
ان الفرقه دي هي مش مطالبه تاخد البطوله، لا هي لازم، هي مطالبه تاخد البطوله بسكور، هي يعني كل لازم ماتش تاخدها. بسكور. رابع عالم، يعني الفرقه دي رابع عالم. سيبك بقى صحيح. من الانجازات بتاعت بقيه المنتخبات، الاولمبي والشباب وحتى هم راجل، واخدين واكلين الاخضر راجل ده المنتخب واليابس. الثالث بتاعهم، اللي هو منتخب المحليين اللي لعب كاس العرب، راح خد راح كاس خد العرب كاس عادي. العرب وجه. يعني فاهم؟ عادي. طب انا عندي سؤال، هم هيكملوا على المستوى ده الماتشات الجايه؟ لا هيلعب احسن. طب ما هو ممكن برضه يفضلوا زي كل ماتش مضغوطين. لا هو بس ماتش الافتتاح، ولا قاعد كان قاعد لهم فوق. فاهم؟ في قصص، هو مش هيفضل قاعد اكيد بقيه الماتشات، فاهم؟ بس هم المغرب، يعني هم يلعبوا حلو. بس انا عايز احيي الكعبي، اه هو الجون اللي جابه ده بلا نقاش احسن جول في الجوله الاولى كلها. ومش صدفه، ايا مش كان اول هيحصل ايه مره، في هو الباقي، مش اول مره. هو ايا كان هيحصل ايه في الباقي ده احلى جول. اه ده ايوب الكعبي، اللي هو الاحتياطي بتاع يوسف النصيري في كاس العالم. خلاص عرفنا يا باشا، ربنا يزيدهم والله لا العظيم فرقه ثلاثه، فرقه فرقه ربنا فرقه يزيدهم، يعني. ربنا يزيدهم ويبعدهم عن طريقنا. ما هو بص، انت لو طلعت اول مجموعه وهم ما انا طلعوا مش اول هطلع مجموعه، اول، لا هنطلع اول. انا هطلع التالت. لا اول. تمام، اللي انت شايفه، وهنكسب جنوب افريقيا الماتش الجاي. اللي انت شايفه. اه تعال نكتب في الموضوع ده بقى لما نخش على الماتشات التانية بتاعت النهارده. ماشي. ماشي. ماتشات النهارده بقى ايه؟ بص يا بيه، اليوم بدأ معانا كده من بدري من الساعة 4. أنا عندي قاعدة، أي ماتش هيتلعب في نطاق من 2 ل5 ده، بيبقى تعبان. لا هو كده كده ماتش عرة ومقرف، واللعيبة بتبقى نازلة تحس بقى إن هم لسه ما فطروش ولا شربوا القهوة ولا فايقين ولا عايزين يلعبوا. هو ده كان اللي حصل. هو كان 4 بتوقيتنا صح؟ اللي إيه؟ الساعه 4 بتوقيتنا، 4 توقيتنا هنا، يعني 2 بتوقيت يعني المغرب. 2 بتوقيت المغرب. ماشي، فهم لا الفرقة دي عايزة تلعب ولا الفرقة دي عايزة تلعب، كرة متعلقة بالونة في نص الملعب واللي يعرف يجيبها يجيب جول. الراجل ده جان كان كابتن مالي. خد بالك على فكرة، اللي جالهم ضربة جزاء زي المغرب وضيعوها، اه دي تاني ضربة جزاء تضيع على التوالي اهو لتاني يوم. ما هو بس علم عن غالبا البطولة كده ايه السكريبت مكتوب احنا كده رايحين في سكة ان ضربات الجزاء كلها هتضيع فمش هتنفعنا. فمش عايزين ضربات جزاء بقى عشان احنا مش ناقصين، إحنا عندنا تمام. الضغط اصلا. الماتش بقى اللي هو، وانا اسف ان انا هقول كده مع كامل احترامي لمنتخب مصر والماتشين وهي بلدي فانا بشجعها، بس ده كان الكلاسيكو بتاع النهارده، القمة بتاعت النهارده ما بين جنوب افريقيا وانجولا. اه ده ماتش دوري انجليزي، ده ماتش بريمير ليج زي ما الكتاب قال. شفت بقى جنوب افريقيا وانجولا دول اه هيتغلبوا الاثنين مننا. ريح، هتشوف. ريح. امشي الحلقه دي متسجله والناس هتتفرج صلي على النبي بس اقول لك على وهتشهد حاجه، عليك. انت شفت سرعتنا في نقل الهجمه واحنا بنعمل اي حاجه في الملعب عامه. انا شفت لعيب من عندهم نزل من على الدكه، هو عند ال 18 بتاعه، جنوب افريقيا تمام، قطع الكوره، والله العظيم 3 عمرك شفت لعيب بيرمي ثرو لنفسه ويروح يجيبه؟ اه هو رمى الثرو عدى نص الملعب وجري وراح وعمل اسيست. مصطفى عبده كان كده. انا مالي ومال مصطفى عبده، انا بتكلم النهارده دي عيال عيانه بالصحه، العيال ما بطلتش جري 90 دقيقه، 90 دقيقه بيضغطوا، الكوره ما بتهداش وهي بينج بونج، مفيش نص ملعب، احنا بنلعب عندكم يا عندنا. وهو ده اللي انا عايزه. ما انت اديتهم عين دلوقتي بقى بني لو جريوا تاني. يعني انت مثلا بالاسلوب الهجومي الجميل اللي احنا بنلعبه ده، اه احنا دلوقتي لو طلعنا هجمه لا قدر الله لا قدر الله اتقطعت، عليا النعمه لو واحد جري ما حد هيعرف يجيبه. لا ما احنا هقول لك بقى احنا هنعمل ايه عشان ما يحصلش كده. ايه الخطه بتاعت ساعتك اللي انت بتقترحها؟ بص بقى، مبدئيا مم. هنلعب بمصطفى شوبير. ماشي ده مش هيحصل، يلا اللي بعده. لا هيحصل. مش هيحصل بعد اللي عمله الشناوي سهلها مش قوي يا حسام. هيحصل مش هيحصل. ما هو سهلها عليه، يعني هو كان فاضل حاجه واحده يعملها الشناوي، انا اسف ياخد الكوره يحطها في هو الجول. الشناوي ما كانش مسهلها بس هو سهلها قوي بقى. اللي انت شايفه، بس انا بقول لك كده مش هيحصل. الشناوي لا هيفضل واقف، ما الشناوي ينفعش، هيفضل واقف، ما ينفعش. عارف الشناوي ليه؟ هيفضل واقف. عارف ليه؟ عشان هو لو حصل حاجه تاني حسام اللي هيشيل الطين. ماشي بس انا مش مقتنع ان الشناوي هيتغير، بس سيبك تمام. من الشناوي. تمام ماشي انا معاك، ها قول ماشي؟ يا سيدي مصطفى شوبير هو اللي هيلعب. حلو. محمد هاني. قضى الله قدره. ماشي. ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، تاني. احمد فتوح. حلو. انت مش لسه كنت مش طايق فتوح؟ ما هو انا عايز احمد فتوح عشان الثلاثه اللي قدام، اللي قدامه في نص الملعب. ايوه هيعمل ايه بقى ان شاء واحده الله؟ واحده بقى. انا معاك، انا ماشي معاك للاخر. مروان عطيه، ماشي. حمدي فتحي، ماشي. مهند لاشين.
اه هيقعد زيزو، اه هيقعد امام. لا اسمع بقى امال؟ للاخر. طب ماشي كمل. لا انا روح معايا للاخر، انا عايز اعرف هتعمل ايه قدام. حلو ماشي اوكي. ماشي. مم. امام عاشور 10، قدامه ماشي. 2 مهاجمين. ايوه، ايوه. صلاح ومرموش. مصطفى. مش عايزه. تريزيجيه. مش عايزه. وزيزو. مش عايزه. طب هو هيقعد كل دول؟ اه انت متفائل قوي. ايوه ما يقعدوا. مش ما هيقعد. مصطفى محمد ما كانش بادئ الماتش ولا زيزو. ماشي. انا كل اللي عملته شلت تريزيجيه وحطيت مهند لاشين. طب ما تريزيجيه مش هيقعد. ما انا عشان اقفل نص الملعب اللي انت وعلشان بتقوله، اغطي على الباكات. اللي انت بتقوله ده على الورق حلو قوي جميل، حلو. بس مش هيحصل. ليه؟ وبقى ثاني بقول لك ايه حصل. والنبي لو عملت ايه؟ انت لو بتلعب ب 15 لعيب قدام اللي انا شفته من فرقه جنوب افريقيا ده النهارده، ولو لعبوا بنفس المستوى ده والله العظيم ما هتكسب. هتكسب. والله لو حصل دي ما هتكسب. لا يعمل بس اللي أنا بقول عليه ويكسب. انت قوتك فين؟ صلاح ومرموش صح؟ اه. يبقى اقفل واحط تحتيهم اللي هيشغلهم وهنكسب. هتكسب ازاي؟ ده تحول واحد الموضوع خلص. هتتحول خلص. على مين وانت بتلعب بثلاثه ما انت نص شفتهم ملعب؟ النهارده عاملين ازاي وواقفين مرصوصين. يعني ما كانوا واقفين مرصوصين كانوا طب عاملين ماشي. ازاي؟ مين ما هم اللي بيتعدوا. معلش يعني معلش، هو الوينج ولا المهاجم اللي لف اللي لف بالمدافع النهارده وحط الكوره في الشناوي، حلو. هو ده حاجه كواليتي خرافي حلو. يعني؟ شفت الحته اللي كان واقف فيها حسام عبد المجيد؟ اه. اه. لو الحته دي واقف فيها مهند لاشين، حسام هيبقى في مكانه مظبوط. بس الموضوع بسيط بص انا شايف ان هي العمليه خسرانه مع جنوب افريقيا على الاقل. خالص احنا نحاول مع انجولا. خالص. واللي انا بقوله لك دوت فيه احنا ميزه. نحاول مع انجولا. في ميزه. لا مم. هنكسب جنوب افريقيا. مش هنكسب جنوب افريقيا. احنا لو عرفنا نتعادل مع جنوب افريقيا يبقى هو زعق يوم لنا الجمعه نبي. مش بعيد. احنا بقينا الثلاث خلاص يعني يوم الجمعه مش بعيد. ماشي ماشي انا معاك للاخر. ماشي. طول ما وانت بتلعب ثلاثه في نص الملعب من ضمنهم حمدي فتحي، انت عادي جدا والكره مش معاك. لو انت مضغوط حمدي يرجع يبقى ليبرو بس. انا مش وبقت اعتراض. 3-4-3. انت ليه مصر لنا اعتراضي على شكل خطه؟ انا الاعتراضي على شكل خطه انت عايز تقول يعني ان ولا على مهما اسامي عملنا لعيبه. هنتغلب؟ احنا مهما عملنا قدام الفرقه دي بالرعب اللي انا شفته منهم النهارده دول، احنا مغلوبين مغلوبين. لا هنكسب. انا اسف. هنكسب الموضوع صدقني. خلصان. هنكسب. طب بقول لك ايه؟ انت عارف انت عارف انت عايز تعمل ايه؟ عارف لما تبقى باعت فويس نوت على الواتساب وانت بتسمعها بسرعتها العاديه، وفويس نوت بتسمعها اكس 2. هم اه شغالين اكس 2 بجد عننا. تمام. يعني هو اللي احنا لسه هنفكر نطلع نعمله هم هيكونوا خلصوا. الموضوع خلص. ما عشان كده انا هستناهم ورا. طيب يا بنتي. حيل ايه بقى مني امتى؟ جمعه. يوم الجمعه الجمعه مش بعيد. بالظبط. الجمعه نخلص وان شاء الله نيجي. انت بتقول ايه؟ جنوب افريقيا هتكسب الموضوع خلصان. صح؟ وانا بقول لك مصر هتكسب. انا بقول لك احنا لو نتقابل يوم عرفنا نطلع الجمعه. بالتعادل يبقى حلو. نتقابل يوم الجمعه ان شاء الله نتقابل الجمعه. يلا. يلا. يلا سلام. سلام يا حبيبي.